السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بطلاب الصف الثاني الإعدادي. النهاردة عاملة لكم مراجعة حل أسئلة شاملة منهج أكتوبر كامل استعدادا لامتحانات أكتوبر. معاكم ميس سارة رؤوف. هنسمي الله ونبدأ مع بعض. أول سؤال الخريطة. دي خريطة تقريبا شاملة أهم الحاجات اللي ممكن تجيلنا في الامتحان. 20 نقطة هنحلهم مع بعض. أول نقطة رقم 1 على الخريطة هضبة. دي طبعا هضبة الدكن. 2 جبال، دي جبال البرانس. 3 أرخبيل، ده طبعا أرخبيل اليابان. أرخبيل اليابان. 4 المحيط الهندي. 5 هضبة الميزيتا. 6 جزيرة سريلانكا. 6 جزيرة ايه؟ سريلانكا. 7 بيقول أولى دول أوروبا في إنتاج الكروم. طبعا من غير ما ارجع للخريطة، أولى دول أوروبا إنتاجا للكروم هي فنلندا. فنلندا هي أولى دول أوروبا إنتاجا للكروم. 8 المحيط، ده طبعا المحيط الهادي. 9 أولى دول قارة أوروبا في إنتاج البوكسايت. طبعا الإجابة روسيا. 10 سلسلة جبال، طبعا الهيمالايا. 11 أرخبيل أندونيسيا. أرخبيل أندونيسيا. 12 أولى دول آسيا إنتاجا للحديد. من غير ما أفكر، طبعا الصين هي أولى دول إنتاجا للحديد، ورغم إن هي بتنتجه أولى دول آسيا في إنتاجه، إلا إن هي إيه؟ بتستورد كميات ضخمة جدا منه. ليه؟ علشان استهلاكها كبير. 13 مضيق، ده مضيق بيرنج. 14 دولة تتصدر قارة آسيا في إنتاج البترول. أكيد السعودية. السعودية هي أولى دول قارة آسيا إنتاجا للبترول. 15 المحيط، ده طبعا المحيط القطبي الشمالي. 16 مضيق باب المندب. 17 مضيق هرمز. 18 سهول سيبيريا. 19 ده نهر آمور. نهر آمور. أمال 20 نهر اليانجستي. كده أسئلة الخريطة تمام. اللي حابب الإجابات ممكن أكتبها وأصورها وأبعتها للي عايزها. ممكن يسيب لي كومنت يسيب لي يعني كومنت وأنا أبعتها له. بعد كده هنحل سؤال اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أول نقطة بتقول تقترب قارة آسيا من قارة إفريقيا عند مضيق، طبعا عند مضيق باب المندب. 2 تأتي قارة آسيا في المرتبة نقط بين قارات العالم من حيث طول سواحلها. أول ما يقول طول سواحلها يبقى طبعا المرتبة الأولى آسيا هي أطول السواحل. 3 أطول أنهار آسيا، ويأتي في المرتبة الثالثة عالميا نهر، طبعا نهر اليانجستي. 4 تعد جبال نقط فاصلا بريا بين قارة أوروبا وقارة آسيا. طبعا جبال إيه؟ الأورال. جبال الأورال فاصل بري بين قارة أوروبا وقارة آسيا. 5 تنتج الصين نحو نقط نصف الإنتاج العالمي من الفحم. الصين بتنتج نصف الإنتاج العالمي من الفحم. 6 يعد نقط إحدى المواد الخام الحرجة. طبعا النيكل. النيكل هو إحدى المواد الخام الحرجة. 7 تعد دولة نقط أولى دول قارة آسيا في إنتاج الطاقة الكهرومائية. إندونيسيا ولا الهند ولا كازاخستان ولا الصين؟ طبعا الإجابة الصين. 8 أولى دول قارة أوروبا في إنتاج النيكل دولة إيه؟ أولى دول قارة أوروبا في إنتاج النيكل دولة روسيا. رقم ب روسيا. 9 تعد حضارة نقط أول مملكة موحدة في بلاد العراق القديم. الأكادية ولا الأشورية ولا البابلية الأولى ولا السومرية؟ طبعا الإجابة الأكادية. 10 تمتع الكاتب بمكانة نقط مرموقة في بلاد العراق القديم. مكانة سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية؟ طبعا هي مكانة اجتماعية.
هنكمل مع بعض باقي أسئلة اختر. النقطة رقم 11. استعان الملك المصري نخاوي الثاني للدوران حول إفريقيا بمين؟ السومريين أم البابليين أم الفينيقيين أم الآشوريين؟ طبعا هو استعان بالفينيقيين. 12. تمكن الأكاديون في عهد الملك نقط من السيطرة على الدول السومرية المتنازعة فيما بينها ونجحوا في توحيدها. طبعا ده الملك سرجون الأول. سرجون الأول. أي مما يأتي كان يمثل أحد فروع السبئيين؟ الأحباش، الأشوريين، الحموريين أم الفرس؟ طبعا الحميريون. 14. تولت الملكة بلقيس حكم مملكة طبعا سبأ. 15. تحكمت بلاد اليمن القديم في مضيق طبعا مضيق باب المندب. اليمن اتحكمت في مضيق باب المندب. 16. كان النشاط الاقتصادي الرئيسي عند سكان بلاد اليمن القديم نشاط ايه؟ زراعة، صناعة، الصيد أم التجارة؟ طبعا كان نشاط التجارة. يعد نهر نقط أطول أنهار قارة أوروبا؟ الدانوب ولا الراين ولا لينا ولا الفولجا؟ طبعا الفولجا. 18. تعد معدن نقط من أمثلة المعادن الأساسية. معادن أساسية طبعا الحديد. 19. تعد دولة نقط أولى دول العالم في إنتاج طاقة الرياح. أولى دول العالم تبقى الصين. طب لو هتكلم أولى دول قارة أوروبا تبقى ألمانيا. 20. تحتل دولة نقط المركز الأول بقارة أوروبا إنتاجا للطاقة. طبعا ألمانيا ولا أوكرانيا ولا روسيا؟ طبعا روسيا. بعد كده أسئلة اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير صحيحة. رقم 1. يوجد أعلى السلاسل الجبلية في العالم داخل قارة أوروبا. طبعا خطأ، داخل قارة آسيا. 2. توجد هضبة التبت وسط قارة آسيا وتعرف بسقف العالم. دي صح. 3. يعد نهر الفولجا أطول أنهار قارة أوروبا. صح. 4. تعد قارة أوروبا ثاني قارات العالم من حيث المساحة. خطأ، سادس قارات العالم من حيث المساحة. 5. تعد ألمانيا أولى الدول الأوروبا في إنتاج طاقة الرياح. صح. 6. أولى الدول الأوروبية في إنتاج الكروم دولة أوكرانيا. طبعا غلط، إنتاج الكروم دولة فنلندا. 7. تعد روسيا أولى دول قارة أوروبا في إنتاج البترول. صح. من المتوقع رقم 8. من المتوقع أن تنخفض نسبة استخدام الغاز الطبيعي في المستقبل. خطأ، نسبة استخدام الفحم. 9. وضع الملك حمورابي مجموعة من القوانين عرفت باسمه في حضارة بلاد العراق القديم. صح. 10. تعد الأسرة هي نواة النظام الاجتماعي في بلاد العراق القديم. صح. 11. استقر الأشوريين في وسط بلاد العراق القديم. خطأ، استقروا في شمال بلاد العراق القديم. 12. أسس الملك حمورابي بلاد العراق القديم وبلاد الشام بعد وفاة الإسكندر المقدوني. طبعا خطأ، سلوقس هو اللي أسس بلاد العراق القديم وبلاد الشام. 13. استند نظام الحكم في الممالك اليمنية القديمة على نظام الحكم الديمقراطي. طبعا غلط، على النظام الملكي الوراثي. 14. اتخذت حضارة معين من مدينة مأرب عاصمة لها. طبعا مش مأرب، خدوا مدينة قرناو. 15. تعد عبادة النجوم والكواكب من أبرز العبادات في بلاد اليمن القديم. طبعا صح. بعد كده سؤال المصطلح اللي هو اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية. أول حاجة بيقول مصطلح يطلق على مجموعة من الجزر المتجاورة، ده الأرخبيل. لما بيبقى فيه جزر جنب بعض بقول عليهم أرخبيل. 2. يعد أطول أنهار قارة أوروبا. طبعا ده نهر الفولجا.
3. هرم مدرج يبنى عليه معبد من الطوب اللبن، ده اسمه الزقورة. 4. مناجم تستخدم أساليب تعدين حديثة وصديقة للبيئة لتقليل التلوث البيئي وتحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية، ده المناجم الخضراء. 5. قانون أصدره الاتحاد الأوروبي لضمان استدامة الموارد المعدنية للأجيال القادمة، ده قانون المواد الخام الحرجة. قانون المواد الخام الحرجة. 6. مصطلح يطلق على قارتي آسيا وأوروبا، أوراسيا، بقول عليهم أوراسيا. 7. سهول فيضية تقع شمال قارة آسيا تتجمد مياهها في فصل الشتاء، طبعا دي سهول سيبيريا. بعد كده سؤال بما تفسر، نركز مع بعض. أول نقطة بتقول لموقع آسيا أهمية حضارية. ليه لآسيا أو لموقع آسيا أهمية حضارية؟ بسبب قيام العديد من الحضارات العريقة عليها، زي حضارة بلاد الرافدين والحضارة الهندية والحضارة الصينية وحضارة بلاد اليمن والحضارة الإسلامية وحضارة فينيقيا. 2. يختلف اتساع السهول الساحلية في قارتي آسيا وأوروبا من منطقة لأخرى. ليه؟ بسبب اقتراب أو ابتعاد المرتفعات عن المسطحات المائية. تاني، بسبب اقتراب أو ابتعاد المرتفعات من المسطحات المائية. 3. بما تفسر إصدار الاتحاد الأوروبي لقانون المواد الخام الحرجة. ليه عمل قانون المواد الخام الحرجة؟ لضمان استدامة الموارد المعدنية للأجيال القادمة، عشان يحافظوا على الموارد دي للأجيال القادمة. بعد كده 4. يعد الغاز الطبيعي منافسا قويا للبترول. ليه؟ بسبب سهولة استخراجه وتكلفته المنخفضة وقلة تلويثه للبيئة. سهولة استخراجه، تكلفته المنخفضة، قلة تلويثه للبيئة. 5. يستورد المصريين القدماء من فينيقيا أخشاب الأرز. ليه كانوا بيستوردوها؟ عشان يستخدموها في حاجتين، لاستخدامها في صناعة السفن وتوابيت الملوك. 6. سميت حضارة بلاد العراق القديم بحضارة بلاد الرافدين. ليه؟ لأن هي أصلا حضارة نشأت في السهول الفيضية الواقعة بين نهري دجلة والفرات. تاني، لأنها حضارات نشأت في السهول الفيضية الواقعة بين نهري دجلة والفرات. 7. بما تفسر أهمية سد مأرب. ايه أهميته؟ أول حاجة، يعد من أعظم الإنجازات الهندسية في العالم القديم، وساهم في ري مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في بلاد اليمن القديم. 8. يطلق على قارتي آسيا وأوروبا مصطلح أوراسيا. ليه؟ لأن أوروبا تبدو كأنها امتداد طبيعي لآسيا من جهة الغرب. تاني، لأن قارة أوروبا تبدو كأنها امتدادا طبيعيا لقارة آسيا من جهة الغرب. 9. لموقع قارة آسيا أهمية دينية، لأنها مهد للديانات السماوية الثلاثة، يهودية مسيحية وإسلامية، وطبعا لأنها تضم أماكن مقدسة ذات أهمية استراتيجية كبيرة أو ذات أهمية دينية كبيرة، زي الكعبة الشريفة في السعودية طبعا، والأزهر الشريف في مصر، وكنيسة القيامة، والمسجد الأقصى في فلسطين. 10. لموقع قارة آسيا أهمية استراتيجية. أول حاجة لأن هي تطل طبعا على مسطحات مائية مهمة، وكمان بتشرف على ممرات ملاحية مهمة زي مضيق جبل طارق ومضيق البسفور ومضيق الدردنيل. تمام. رقم 11. الأهمية الاقتصادية لمعدن النيكل. طبعا هو أحد المواد الخام الحرجة، يدخل في صناعة محركات الطائرات وبطاريات السيارات الكهربائية. 12. يتركز نصف إنتاج الطاقة الكهرومائية عالميا في قارة آسيا. ليه نص إنتاج الطاقة الكهرومائية في آسيا؟ طبعا كهرومائية يعني بولد كهرباء عن طريق المياه، يبقى بسبب كثرة الأنهار والأمطار بقارة آسيا. 13. أهمية تشريعات حمورابي لبلاد العراق القديم. عملت التشريعات دي؟ نظمت جوانب الحياة وكفلت حقوق المرأة. نظمت جوانب الحياة وكفلت حقوق المرأة. 14. ازدهرت الزراعة في بلاد اليمن القديم. عندي أسباب منها بسبب التربة الخصبة والمناخ المناسب، وطبعا إنشاء سد مأرب. يبقى تربة خصبة، مناخ مناسب، وإنشاء سد مأرب. سؤال: ما النتائج المترتبة على؟ رقم 1. تتميز سواحل قارة أوروبا بكثرة التعاريج
ايه النتائج اللي ترتبت على كده؟ ترتب على ذلك إنشاء العديد من الموانئ الطبيعية. إنشاء العديد من الموانئ الطبيعية. 2. ايه النتائج المترتبة على الموقع الفلكي لقارة أوروبا من حيث دوائر العرض أو بالنسبة لدوائر العرض؟ ترتب على ذلك وقوع معظم قارة أوروبا في المنطقة المناخية المعتدلة الشمالية. وقوع معظم قارة أوروبا في المنطقة المناخية المعتدلة الشمالية. 3. ما النتائج المترتبة على ارتفاع استهلاك دولة الصين من معدن الحديد أدى إلى إيه؟ استيرادها كميات ضخمة علشان تغطي استهلاكها. يبقى استيرادها كميات ضخمة من الحديد لتغطية استهلاكها. 4. زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة. إيه النتائج المترتبة على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة؟ هيؤدي إلى انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 2050. طبعا الطاقة الغير متجددة استخدامها بيولد غاز اسمه ثاني أكسيد الكربون، وطبعا ده غاز ضار جدا، بيلوث الهواء وبيلوث المياه وبيعمل مشاكل كبيرة، غير انه بيأثر على الغلاف الجوي. فانا لما بدل الطاقة الغير متجددة بطاقة متجددة هقلل من ايه؟ من انبعاثات الغاز ده. يبقى هيؤدي الى انخفاضات انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول 2050. 5. اتبع الأشوريين سياسة العنف ضد شعوبهم اللي احتلوها. ايه النتائج اللي ترتبت على اتباع الأشوريين سياسة العنف ضد الشعوب اللي احتلوها؟ أدى إلى حدوث ثورات متكررة منهم. الشعوب دي عملت ثورات كتير وده أدى إلى ضعف دولة الأشوريين. يبقى تاني أدى إلى حدوث ثورات متكررة من الشعوب المحتلة ضدهم أضعفت دولتهم. 6. ما النتائج المترتبة على اتجاه الإسكندر الأكبر بجيشه نحو بلاد الشام والعراق القديم؟ طبعا ده أدى إلى نجاحه في هزيمة الفرس وضم هذه المناطق اللي هي بلاد الشام والعراق القديم إلى إمبراطوريته. 7. استعان الأمير سيف بن ذي يزن بالفرس ضد الأحباش. ايه النتائج اللي ترتبط لما استعان بالفرس ضد الأحباش؟ الفرس نجحوا ان هم يهزموا الأحباش، واستمر حكم الفرس على اليمن حتى ظهور الإسلام. 8. ايه النتائج المترتبة على النشاط التعديني على البيئة؟ لسه قايلين حدوث تغيرات مناخية بسبب انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وده بيؤدي إلى تلوث مياه الأمطار والأنهار والمياه الجوفية. 9. ما النتائج المترتبة على اختراع السومريون الكتابة المسمارية؟ ايه النتائج اللي ترتبط؟ طبعا دونوا أحداثهم واتنقلت إلى الأجيال، يبقى تدوين الأحداث ونقلها عبر الأجيال، وترك تراث أدبي كبير متنوع من الأساطير والقصص والشعر. 10. ما النتائج المترتبة على اضطهاد الملك ذو نواس للمسيحيين من أهل اليمن؟ ذو نواس لما اضطهد المسيحيين في اليمن الخبر وصل إلى ملك الحبشة، فخرج بجيش كبير وجه وهزم ملك الحميريون اللي هو ذو نواس وسيطر على بلاد اليمن القديم. يبقى وصول أخبارهم لملك الحبشة الذي قام بالخروج لليمن وهزم ملك الحميريون ذو نواس وسيطر على بلاد اليمن القديم. دلل على صحة العبارة، يعني الكلام اللي هقوله ايه الدليل عليه؟ أول حاجة، لموقع قارة آسيا أهمية دينية. ايه الدليل؟ هقوله ان آسيا مهد للديانات السماوية، يهودية ومسيحية وإسلامية، وكمان بتضم العديد من الأماكن المقدسة زي الكعبة الشريفة في السعودية، والمسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة في فلسطين، وطبعا الأزهر الشريف في مصر. 2. تواجه السهول الساحلية في قارتي آسيا وأوروبا عدة تهديدات. طبعا بتتعرض للعديد من التهديدات، أهمها التغيرات المناخية والتلوث والاستغلال المفرط. 3. للبترول أهمية اقتصادية. ايه الدليل؟ الدليل ان هو بيستخدم في توليد الكهرباء في وسائل النقل وبيؤثر على اقتصاد بعض الدول. 4. للنشاط التعديني أهمية اقتصادية في بعض دول قارتي آسيا وأوروبا. استخراج المعادن الخام من المصادر المهمة للدخل القومي في بعض دول آسيا وأوروبا، وكمان بتعتمد عليه الصناعة. 5. تأثرت بلاد العراق القديم بالحضارة المصرية القديمة. اتأثروا بفكرة تعدد المعبودات والبعث والخلود عند المصريين القدماء. 6. اهتم سكان بلاد العراق القديم بإقامة علاقات تجارية واسعة. طبعا أقاموا علاقات تجارية واسعة مع مصر ومع بلاد فارس ومع الهند ومع بلاد الشام. 7.
حرصت مملكة معين على تطبيق العدل في حياتهم الاجتماعية. قاموا بالتطبيق العادل للضرائب والعقود والميراث والمعاملات التجارية. 8. عرف اليمنيون الكتابة منذ القدم. ايه الدليل؟ الدليل ان استخدم اليمنيون الأبجدية المعروفة بالخط المسند، وطبعا عثرنا على نقوش لهذه الكتابات على جدران المعابد والمباني الأثرية القديمة. 9. يتطلب وجود وإنتاج البوكسايت خصائص مناخية معينة. ايه الدليل؟ علشان أنتج أو علشان يكون أصلا موجود بوكسايت لازم وجود مناخ مداري حار، وعشان كده إنتاج البوكسايت في أوروبا قليل جدا لعدم توافر المناخ المداري الحار في أوروبا بعكس آسيا. 10. لجبال الألب عدة مسميات في أوروبا، طبعا بسماها جبال البرانس بين أسبانيا وفرنسا، وجبال الألب الدينارية في شبه جزيرة البلقان. 11. استغل الفينيقيون المناطق الساحلية والجبلية في الزراعة. قاموا بزراعة المناطق الساحلية، فزرعوا العنب والتين والزيتون، وحولوا سفوح الجبال في لبنان إلى مصاطب زراعية. 12. حظيت المرأة بمكانة مرموقة في بلاد اليمن القديم، كان لها الحق في اختيار الزوج وحق وراثة العرش، ووصلت إلى أرفع المناصب زي الملكة بلقيس، مثل الملكة بلقيس. سؤال المصطلحات. ما المقصود بكل من؟ أول حاجة أوراسيا. أوراسيا ده مصطلح يطلق على قارتي آسيا وأوروبا معا، الاتنين معا. ليه؟ طبعا قلنا لأن قارة أوروبا تبدو كأنها امتداد طبيعي لقارة آسيا من الجهة الغرب. 2. المناجم الخضراء. قلنا مناجم يستخدم فيها أساليب تعدين حديثة وصديقة للبيئة. ليه؟ لتقليل التلوث البيئي وتحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية. تاني مع بعض. مناجم يستخدم فيها أساليب تعدين حديثة وصديقة للبيئة، يستخدم فيها أساليب تعدين حديثة وصديقة للبيئة لتقليل التلوث البيئي وتحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية. 3. الكتابة المسمارية. ايه هي الكتابة المسمارية؟ رموز تشبه رؤوس المسامير، وكانت تكتب باستخدام أداة خشبية مدبدبة مثل القلم على ألواح من الطين. تاني، رموز تشبه المسامير كانت تكتب باستخدام أداة خشبية مدبدبة مثل القلم على ألواح من الطين. 4. ايه هو التقويم السبعي؟ ده تقويم وضعته حضارة سبأ واعتمدوا عليه في تحديد الفصول الزراعية. 5. الخط المسند. مصطلح أطلق على الأبجدية الحمارية التي استخدمها اليمنيين، وكانت بتتكون من 29 حرف. الأبجدية بقى الفينيقية، دي أبجدية ابتكرها مين؟ طبعا الفينيقيون، تتكون من 22 حرف، ودي تعتبر أقدم الأبجديات في التاريخ، وانتشرت بعد كده إلى أوروبا علشان تصبح هي أساس الأبجدية الحديثة. كده خلصنا حل الأسئلة مع بعض. الأسئلة دي شاملة أهم النقط اللي موجودة في منهج أكتوبر، واللي متوقع إن هي إن شاء الله تيجي في الامتحان. تاني زي ما قلت، اللي محتاج الإجابة ممكن أكتبها وأصورها، سيبلي كومنت وأنا بعتها لك.